محمد، مؤخرا عدت من الجزائر. نعم. وكان في هناك حادثة لطيفة جدا صارت معك. وجهت لك طفلة جزائرية وأعطتك حصالة. والله أنت متابعني منيح عليك. يعني من أصعب المواقف اللي شفتها في حياتي. يعني قديش إنه كنت يعني جالس بالاوتيل، فاجت ست كبيره. شوف يعني هلا مش بدي امدح قديش، يعني بدي احكي هالموقف وبدي احكي عن شعب الجزائر اذا بتسمح لي. قديش شعب عظيم وشعب، صدقني انه انا في بعض لحظات يعني حسيت انهم فلسطينيه بلد 1.5 مليون شهيد. يعني حسيت انهم يعني بحبونا يا اخي محبه، صدقني والله وبدون مجامله بحبونا محبه. يعني انا المكان صدقني من يوم ما بلشت يعني انشهرت وبلشت اتحرك على دول عربيه وهيك بالعالم. البلد اللي ما بدي احكي بصراحه مش تحيز او شيء، بس البلد اللي بكيت فيه الجزائر. كان الجزائر. من كتر ما حسيت هالمحبة اللي عندهم يا أخي، والله العظيم شيء يعني بحرك الحجر. إنه محبتهم لنا. إجت ست كبيرة إجتني على الأوتيل وجايبة معاها بنتها صغيرة عمرها 8 سنوات. بتقول لي بنتي إلها من أول ما أنت إجيت على البلد على الجزائر، قالت لي وبنتي بتبكي ما بدها توقف بكى. قالت لي بدي أشوف محمد عساف. تخيل شو القصة. يعني الموضوع انه هي مش بدها تشوفني، في هدف. شوف العظمة في بنت عمرها 8 سنوات. اجت البنت جايبة حصلتها هيك صغيرة وفيها فلوس، فجاي بتبكي البنت انه بدها تعطيني الحصالة هاي اللي فيها الفلوس. بتقول لي هدول اعطيهم لأطفال غزة. يا الله. واو. يعني فموقف يعني والله العظيم يا جماعة في حياتي. يعني أنا شخصيا ما حصل معي موقف زي هيك. يعني أنا يعني حسيت حالي، صدقني والله حسيت حالي صغير قدامها بمعنى الكلمة. ما بجامل إنه شوف هالثقافة. بنت عمرها 8 سنوات جايبة حصالة فلوس. يعني قديش بدها تكون حاطة فيهن حرام. قال بتقول لي اعطي هدول لاطفال غزه. هي ثقافه شعب. فانه فما بالك اذا هيك الاطفال. صحيح. فما بالك بالناس اللي بيشوفونا. والكل بيسلم علي. كان في الجزائر وبيبكي عم بيحكوا لي انه بيقول لي فلسطين وفلسطين. وقديش المحبه اللي حسيتها من هالشعب العظيم. حلو. عم هو شعب عظيم.